نيجي بقى للحظة الحاسمة. بصوا، شايفين الذوبان؟ بصوا بصوا، هدوء. هم؟ تحفة، اقسم بالله العظيم تحفة. جربوه مش هتندموا، بس ادعولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهاردة هعمل الكحك وقلت هصوره معاكم علشان تقدروا تستفيدوا بالطريقة دي. فعلا طريقة ممتازة، والله العظيم طريقة سهلة جدا. مش هتلاقوا اي صعوبة فيها، وهتشوفوا دلوقتي. ومضمونة 100%. انا مبدئيا كده بشتغل بالميزان. حطيت طبق على الميزان وصفرته، عملته زيرو علشان يبقى كأن مفيش حاجة على الميزان. تمام. وده منخل علشان هنخل الدقيق بالمرة، يعني بدل ما احطه في الطبق وبعدين اعمله في حاجة تانية يعني، فهنخله في نفس الطبق كده. فصفرت الميزان برضو علشان ما يبقاش واخد ميزان وزن الطبق ووزن المصفى دي او المنخل ده. هحط بقى دلوقتي كيلو دقيق. بصوا، كأن ما كانش فيه اي حاجة، كانت زيرو. في زرار مكتوب عليه زيرو، هو ده بصفر بيه الميزان خالص. معظم الموازين، حتى الموازين الصغيرة، فيها انك تصفريها. ولو ما فيهاش انك تقدري تخلي الميزان زيرو وهو عليه طبق او اي حاجة، تقفليه وتحطي عليه الطبق وهو مطفي، وبعد كده تشغليه هيشتغل زيرو، مش هيبقى كأن عليه حاجة يعني. تمام. كده قربت الوزن. الكيلو جه معايا 7 مجات، من اللي هو من مجات الشاي. مش 8 ومش 6 زي ما بيجي، لا، 7 ممسوحين. حتى جه فيه شوية زيادة فشلت منهم علشان يبقى كيلو بالظبط. الميزان ده فيه 5 جرام زايد او ناقص، يعني ممكن تديك 5 جرام فوق او تحت، مش مشكلة يعني. بس كده هروح بقى انخل الدقيق ونيجي نشوف هنعمل ايه. كملوا الفيديو، ده سهل جدا، طريقة سهلة جدا ومضمونة. هنا بقى بعد ما شلت المنخل البلاستيك اللي كان فوق الطبق، طبعا فرق في الميزان، بس الدقيق نفسه كيلو، لان احنا كنا مصفرين الميزان. تمام. هصفر برضو الميزان دلوقتي تاني اهو. انا شغلته من اول وجديد، كأنك صفرتيه بالظبط، كأنه كده مفيش عليه اي حاجة خالص. تمام. هحط بقى دلوقتي نص كيلو سمنة، مش نص كيلو بقى بالظبط 500 جرام، لا، هحط 550 جرام كده بقى. خليت شوية هزودهم سمنة بلدي براحتك. ممكن تحطي 500 جرام سمنة عادية من العلبة، اللي هي السمنة العادية خالص اللي هي من العلب دي. من العلبة، مش مقدوحة ولا اي حاجة. وتحطي 50 جرام سمنة بلدي لو عايزة. انا هحط الباقي، هكمل الباقي كده سمنة بلدي. اهي دي بلدي، غير العلب دي. تمام، اللي هي زبدة الصفرة دي. اهو بصوا كده 550 جرام اهو. تمام بالظبط اهو. هحط بقى دلوقتي ايه تاني؟ اصفر برضو الميزان. هو الميزان كان يعتبر مهنج او حاجة، علشان كان بيفصل شحن يعني، وانا كنت لسه حاطاه في الشاحن. هحط بقى 25 جرام سمسم. اظن مفيش اسهل من الطريقة دي. 25 جرام سمسم، في اسهل من كده؟ حد بقى عمل لكم الطريقة سهلة كده، وهي دي الطريقة اللي كله بيشتغل بيها.
في الافران ومعظم الشيفات بيعتمدوا عليها يعني. احط دلوقتي برضو 50 جرام سكر، هي 25 ممكن نخليها 75 جرام سكر بودرة. 85 جرام مش مشكلة، يعني زادوا 10 جرام، 50 جرام 60 جرام سكر مش مشكلة، يعني لو بقى مسكر شوية مش مشكلة، هو كده كده مش هيبقى مسكر برضو. اللي حابب يزود السكر يزود، بس السكر بينشف الحاجات دي عشان تبقوا عارفين. البسكوت علشان بيبقى مسكر بيبقى ناشف، الغريبة لو زودت لها السكر زيادة عن اللزوم هتنشف برضو معاكي. فالغريبة لو طلعت ان هي مش مسكرة قوي يكون افضل علشان تطلع معاكي دايبة. الكحك ده يطلع دايب دوبان يعني فظيع، هوريهولكم لما نخلص. هحط ايه تاني دلوقتي؟ كيس بيكنج باودر. كيس البيكنج باودر ده عامل 20 جرام تقريبا اهو شفتوا. هنحط الكيس. الطريقة دي يا جماعة ما فيهاش خميرة، فشكل الكحكايه هيطلع معاكم مظبوط والنقشه بتاعته زي ما هي، وزي يعني زي ما قلت لكم هي دي الطريقه اللي بيستعملوها بره في الافران في الجاهز يعني. علشان كده بتفضل الكحكايه محتفظه بشكلها. الشكل بيبوظ من الخميره لما بتشكلي الكحكايه وبعد كده تسيبيها تخمر، فالشكل بيروح بايظ بقى لما الكحكايه بتخمر وبتزيد. الشكل بتاعها بيروح تماما. هنحط كمان كيس لبن بودرة اهو. هو هيعمل تقريبا 30 جرام 25 جرام كده يعني اهو، تقريبا من 30 ل25 جرام، لان الميزان ده بيزود 5 جرام او بينقص. فهحط كيس النيدو ده عليه، يعني اي نوع لبن بودر حتى لو سايب. محدش يتخض من الطريقة، محدش يتخض ان احنا حطينا كله على بعضه كده، عادي عادي خالص. هوريكم وهتشوفوا واحكموا بنفسكم لما تشوفوا الكحكايه طلعت عامله ازاي. بصوا انا زودت شويه سمسم كمان لان انا بحب السمسم في الكحك يكون زياده. براحتك معاكي من اول 25 جرام سمسم لحد 100 جرام، يعني براحتك السمسم ده مش هيفرق يعني. هحط دلوقتي ايه تاني؟ احنا كده حطينا تاني علشان بس ما تتوهوش مني، حطينا كيلو دقيق، 550 جرام سمنة من العلبة على طول، 100 جرام سمسم او 50 جرام او 25 زي ما انتوا عايزين، انا حطيت 100 جرام. 50 جرام سكر بودرة، حطيت كيس بيكنج باودر وكيس لبن باودر، وهحط دلوقتي 25 جرام ريحة كحك اهو. انا جايبه الكيس ده كده من عند العطار، ريحه كحك. مش عارفه الناس اللي بره مصر بقى هيلاقوه ولا لا، بس ممكن تستخدموه بحاجة، تستبدلوه بحاجات تانية، تحطوا قرفة او ممكن تستغنوا عنه تماما يعني. ممكن يتعمل من غير ريحه كحك عادي. انا عملته قبل كده من غير ريحه كحك لان ما كانش عندي، وكنت بعمل كحك مش في ايام تانية يعني غير العيد. ده تقريبا اهو من 25 ل 30 جرام، فهحطه و... وهعجن دول كلهم كده مع بعض. هشيل بس الميزان دلوقتي وارجع لكم تاني. بصوا بحط ريحه الكحك معاكم اهو. على فكرة اللي ما عندوش سمنة بلدي ممكن في ريحة سمنة بلدي من عند العطار برضو بتيجي وبتتحط على الكحك. هنشيل بقى الميزان ده. هبدأ بقى ان انا اشتغل اهو معاكم. هعجن بقى العجينة دي بقى تتعجن كويس اوي، كل طاقتك طلعيها فيها. الدقيق جاي دقيق فاخر، يا يجي دقيق فاخر، يا اما لو مش متوفر عندك دقيق فاخر الفرن بتاع الفينو، الفرن اللي هو اللي بنجيب منه العيش الفينو او القرص او الحاجات دي، تروحي تجيبي منه الدقيق، بيبقى مضمون، بيبقى اغلى من بره جنيه او 2 جنيه، بس بيبقى مضمون في الحاجات اللي زي كده. هبدأ بقى ان انا اعجن ده بقى كده كويس قوي اهو، كل الحاجات دي كده مع بعضها.
عارفه بقى اللي يقولك ايه، بس الدقيق. عاوزاكم بقى تعجنوا بقى وتطلعوا كل طاقتكم فيه، علشان هي دي المرحله يعني بتاعه العجين بتاعه الكحك تقريبا. مش عاوزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. هوقف الفيديو. هو بدأ ان هو يتشرب معايا كل السمنه اهو. هعجن بقى الدقيق كويس اوي وارجع لكم تاني. بصوا بقى اهو الدقيق كده اتشرب معايا كل السمنه والحاجات اللي فيه. ثانيه واحده نقول لكم. تمام. فصل عشان التليفون هيفصل شحن. بس عايزه اقول لكم بصوا شرب كل السمنه وكل الحاجات اللي فيه ازاي. شايفين؟ في المرحله دي عايزاكي تعجني على قد ما تقدري. كل ما هتبسي في الدقيق وتعجني فيه اكتر، كل ما هيطلع معاكي دايب اكتر في المرحله دي بس. تمام. هكمل بقى فيه شويه كمان وارجع اقول لكم هنعمل فيه ايه تاني. مش عارفه هي كده هتكمل 200 جرام ولا لا. اه هتكمل. هشيل منها شويه. 195. حتى حاجه بسيطه، اصل ال5 جرام دول حاجه يعني لا تذكر اهي. اهو كده 200 جرام ميه. هاخدها بقى وهروح حطوها على الكحك. 200 جرام ميه حطوها ما تخافوش. وهعجن بقى اللي هو ايه، مش عجين بقى، يا دوب هلم بس العجينه بالميه. مش عجن يعني، فاهمين؟ خلاص المرحله بتاعه العجن اللي هي المرحله اللي فاتت. مش هفصل علشان تتاكدوا من اللي انا عملته، يعني محدش، عشان المصداقيه يعني. هنا بقى علشان خلاص بعد ما العجينة لميتها بالمية ما بعجنش فيها كتير. فتعملوا لها بقى الاختبار اللي انتوا عاوزين تعملوه. انا مش عاوزه اعجن فيها كتير. بصوا شكلها جميل جدا وانا بحب فيها السمسم كتير. ما بتشققش ولا اي حاجه وجميله. هي ممكن تكون مش متماسكه شويه لان انا مزوده السمسم. بس وانا بشكلها بعرف ان انا اخليها تتشكل معايا كويس يعني. لو خفيتوا السمسم مش هتبقى عامله معاكم كده. حتى اعمل لكم كرة تانية دلوقتي علشان تتأكدوا ان انا ايه، لو عاوزة المها يعني هلمها. بس شايفين هي العجينة جميلة جدا وطرية قوي وجميلة يعني، حاجة تحفة وسهلة جدا. يعني مبتدئة بقى مش مبتدئة هتستسهلي الطريقة دي وهتعمليها بكل سهولة. اهو شايفين؟ تقدري تحطي فيها الحشوة اللي انت عاوزاها. على فكرة السمسم انا مخلطة عليه حبة البركة علشان تبقوا عارفين. محدش يقول ان ده ايه ومش ايه وكده. انا بحب ادخل حبة البركة كده في الحاجة.
جبت هنا الملبن بقى، الحشوة بتاعتي اللي هحشي بيها. براحتك بقى، انت عاوزة تحشي بعجوة، تحشي بعجمية، تعمليه سادة، براحتك. انا هعمل شوية بملبن، ولو فاض كحك تاني هعمله سادة، ما فاضش خلاص هعمله كله بملبن. حطيت على الملبن اهو، قطعته كده بايدي وحطيت عليه معلقة سمنة وشوية سمسم، وهدعكهم بقى مع بعض كده لحد ما الملبن ده يبقى طري خالص، واقدر ان انا اعمله كور. ممكن تقطعي الملبن مكعبات على فكرة وتحشي بيه عادي وهو مكعبات كده. دعكت الملبن بقى مع السمنة مع السمسم لحد ما كون معايا زي عجينة كده اهو. هبدأ ان انا اخد منها على قد بقى ما انا عايزة احط جوه الكحكاية جزء حتة كده واعملها كورة اهي، شايفين؟ هعمل بقى كله كده كور على قد ما انا، على قد الكحكاية اللي انا هعملها. براحتك بقى، عايزة تعملها كبيرة عايزة تعملها صغيرة براحتك. هكور بقى كل الملبن ده، وهرجع لكم تاني اوريكم انا هشكل ازاي. اهو كورت كل الكمية اللي عندي. هاخد بقى جزء كده اللي هو اللي انا هعمله، واعمل فراغ كده في النص، واخد كورة ملبن واحطها واقفل عليها. كورها تاني. ممكن تتعمل في الاشكال اللي زي كده، بس انا بعملها صغيرة، ما بحبش الكحكاية تكون كبيرة يعني. اضغطي عليها كويس عشان النقشة بتاعتها تبان اهي. شايفين بقى ولا اروع من كده؟ بعمل برضو بالبصامة دي. هاخد الجزء بتاع الكحكاية بتاعتي، هعمله كورة، بعدين افرغ فيه حتة كده، واحط الملبن ده. حبة البركة على فكرة محطوطة في السمسم كده اهي، بحطها على الصاج على طول، وبعدين ببصمها بالبصامة اهي. وانا بفضل ده على فكرة، بفضل اللي بالبصامة دي. هخلص بقى الكمية بتاعتي، او ممكن بالمنقاش اهو. تعملي الكحك الحجم اللي انت عاوزاه. انا بحبها الحجم ده كده، بحب ان هي تبقى صغيرة، لان هي لما تستوي حجمها هيزيد عن كده شوية، لان احنا حاطين فيها بيكنج باودر مش حاطين خميرة. وتنقشيها بقى زي ما انت عاوزة. النقشة اللي تعجبك بقى، بس ما توقفوش نفسكم على حاجة، يعني الحاجة اللي موجودة عندكم استعملوها. هاتي الثلاث اشكال اللي عندي. هخلص انا بقى وارجع لكم تاني. ادي الكمية بتاعتي لما خلصت عملوا لي صاجين. الصاج ده كبير قوي على فكرة. ده اللي بالبصامة وده اللي بالشكل بتاع الكحك، مش عارفة اسمها ايه تصدقوا. بس هي دي الكمية اللي عندي، عملتها كلها اهي. شكله تحفة يا جماعة، تحفة والله العظيم، مش قادرة اوصف لكم. يعني دي الطريقة اللي بعمل بيها كل سنة. شايفين بعد ما طلع من الفرن؟ شايفين حلاوته وجماله؟ اسيبكم شوية مع اللحظة دي ولا ايه؟ جميل جميل جميل، يعني مش قادرة اقول لكم. والشكل بتاعه زي ما هو اهو، ما راحش ولا اي حاجة. يا دوب بس الكحكاية حجمها زاد حاجة بسيطة بس علشان فيها بيكنج باودر وبس. ولا النقشة بتاعت الكحك راحت ولا اي حاجة، فاضلة زي ما هي اهي.
اهو كل الكحكة اهو، ولا حاجة شققت ولا حاجة باظت ولا اي حاجة خالص اهو. جميل جدا، والكحكاية بكحكتها وبيدوب. وادي الصاج اللي كان تحت كمان ده، انا شغلت عليه الشواية شوية علشان يتحمر كده شوية من فوق. تعالوا بقى نشوف النتيجة مع بعض. بصوا انا حطيت شوية في طبق، هحط عليهم سكر. طبعا ما ينفعش تحطوا سكر عليه كله علشان ما بيطرى كده وبيطلع السمنة بتاعته طبعا في السكر، فمش بيبقى حلو. عايزة اقول لكم وهم والله العظيم، مفيش بقى اسهل ولا احلى من كده. والنقشة باينة وكل حاجة، وما تعبناش فيه، ما خدش معايا اي حاجة. يعني هي مجرد بس الوقت بتاع التشكيل. وطبعا ما بيحلاش بقى الكلام ده غير في اللمة، فانا كنت لوحدي. بصوا بقى، نيجي بقى للحظة الحاسمة. بصوا، شايفين الدوبان؟ بصوا بصوا، في بقى احلى من كده ايه؟ ايه بقى احلى من كده؟ يعني هنعوز ايه تاني اكتر من كده واحلى من كده واجمل من كده؟ انا هدوق بقى، هدوق. هم؟ تحفة، اقسم بالله العظيم تحفة. جربوه مش هتندموا. بس ادعولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.